الأم النرجسية وما أدراك من الأم النرجسية، أخطر وأصعب أنواع النرجسية على الإطلاق اللي ممكن تقابلها في حياتك. للأسف الشديد الأم النرجسية بتفتقر للفطرة السليمة السوية زي أي أم طبيعية المفروض بتدي أولادها حب وعطاء بلا حدود بلا شروط، لأن في حالتها هنا هي بتستخدم الحب كوسيلة ضغط لفرض سيطرتها على جميع جوانب حياة أولادها، ولو عملوا غير اللي هي عايزاه بتفضل تسميه عقوق واتهامات وتجريح وتقليل من شأن أولادها. على فكرة الأم النرجسية مش دايما بتظهر بصورة الست القاسية والأم الشريرة زي ما الناس فاكرة، بالعكس ممكن تبان قدام الناس ست اجتماعية جدا مثالية، الكل يشوفها الأم الطيبة الحنونة اللي بتساعد كل الناس وتضحك في وش كل الناس. بس ده بره البيت. جوه البيت الحكاية غير تماما. جوه البيت الحب عندها دايما ليه شروط، لو نجحت تحبك، لو غلطت تسحب حبها وحنانها ليك فورا. وده مش مجرد تصرف قاسي ممكن تشوفه من بعيد، ده نمط نفسي اسمه الحب الشرطي او الكونديشنال لاف زي ما بيسموه في علم النفس. وده اللي بيخلي الطفل يتعلم ان الحب بيساوي أداة، وإن القبول محتاج طول الوقت لرضا الآخرين عنه، فيكبر بعقلية يسعى طول الوقت لرضا الآخرين ورضا كل الناس، وقلب يخاف من الرفض طول الوقت من الناس. وده اللي العلم بيسميه الارتباط القلقي. والأغرب إن تأثيرها وسلوكها النرجسي بيتغير حسب جنس الطفل. الأم النرجسية مع الولد غير البنت خالص. الولد في العيلة يعتبر بالنسبة ليها امتداد ليها، هي بتغذي رجولته بس مش عشان هو يستحق، لكن عشان تثبت بيه قيمتها، فتخليه شايف نفسه محور الكون. ويا إما يطلع شخص بيدور على امرأة تشبه أمه، يعني بيدور على حضن يحتويه مش حب حقيقي. انتوا فاهمين فين المشكلة؟ أما في حالة البنت فالأم النرجسية غالبا بتشوفها منافسة ليها وبتنتقدها طول الوقت وبتحاول تكسرها عشان تحس ان هي اقوى واجمل من بنتها وهي صاحبة السلطة في البيت. والبنت للأسف بعد التصرفات دي بتطلع بنت بتكره نفسها وشخص طول الوقت بيدور على التقدير خارج البيت، او بتطلع شخصية متمردة لكن جواها طول الوقت صوت ناقد بيجلد نفسها طول الوقت، اللي هو الناقد الداخلي، اللي هو الانر كريتيك. باختصار الأم النرجسية مش بتخلق طفل ضعيف، هي بتخلق نظام داخلي مضطرب، أو زي ما العلم بيسميه الأنماط الإدراكية المبكرة. عقل بيسعى للقبول وقلب بيخاف من الرفض، وده النظام اللي بيكمل معاك وانت كبير، في شغلك، في حبك، في علاقاتك، في حياتك، من غير ما تعرف ان وجعك القديم هو السبب في ده كله وهو اللي بيتحكم فيك. الحل هنا مش تغيير سلوك الأم النرجسية، لأنك مستحيل تغير شخصيتها، ولكن الحل في الوعي. بس خد بالك، الوعي مش إنك تلومها أو تكرهها أو تأذيها، الوعي إنك تفهم إن هي كمان كانت ضحية لتربية فيها نفس الخلل. فأنت مش مطالب منك تكمل النمط ولا تشيل الذنب، أنت مطالب بس تفهم وتبني حدود نفسية بينك وما بينها، اللي هو الهيلثي باوندرز، وتعيش تعريف الحب جواك، تعيد تعريفه وتعيشه، وتسيب مسافة بينك وما بينها عشان تحافظ بيها على نفسك من تلاعبها النفس ضدك طول الوقت. ولأن أول خطوة في الشفاء مش إنك تواجهها، اعتبرها شخص غير سوي وخلاص. حاول أنت تكون أو تكوني الأب أو الأم اللي عمرك ما لقيته في البيت. حب نفسك من غير شروط، من غير خوف، من غير ما تستأذن، عشان تحس إنك تستحق الحب والعطف. وفي النهاية شارك الفيديو ده مع كل حد محتاج يفهم إن الحب مش صفقة. بس كده.